باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. زي ما اتفقنا إن الهدف الأسمى من الصوم هو إن أنا ألاقي وقت أقعد فيه مع ربنا اللي بحبه، وممكن يكون في وسط الزحمة بيتوه مني. طيب في الصوم نعمل إيه؟ نجيب ورقة وقلم كده ونكتب. هنقول النهاردة حاجة وبعده حاجة وكل يوم حاجة، ازاي تحسسني بربنا اكتر. اول حاجة هي التخصيص او التحديد. لازم اكون قبل الصوم بحدد حاجة معينة، وهقول ايه بالظبط اللي حدده. 3 حاجات. اول حاجة زمان، يعني وقت معين اقضيه مع ربنا، وكل واحد أدرى بوقته. في ناس تحب الصبح بدري والناس كلها لسه نايمة تصحى كده عشان تستفرد بربنا، وفي ناس تحب بالليل بتبقى فايقة أكتر بعد ما الناس كلها تنام برضه تقعد علشان تحكي مع ربنا. المهم إن أنا يكون عندي وقت كل يوم بقضيه مع ربنا. لو سبت يومك أو أجلت الوقت ده عادة هيضيع منك ومش هتلاقيه. يبقى أول حاجة في التحديد هي الزمان. نمرة 2، لو أمكن يبقى برضو تحديد مكان بحس فيه بالراحة، بحس فيه بالخصوصية. يعني قد تكون بيوتنا ضيقة، شققنا مش واسعة. أنا مش بتكلم على مساحة كبيرة، أنا بتكلم على مساحة قليلة بس أحس فيها بالخصوصية والهدوء، لأن ده هتساعدني أكتر إن أنا ألاقي ربنا اللي بحبه وأتكلم معاه. يبقى احنا قلنا إيه؟ تحديد مكان وتحديد زمان. 3 حاجة اسمها تحديد أو تخصيص كم روحي. يعني إيه كم روحي؟ يعني صلوات محددة بلتزم بيها. يعني مثلا واحد تاني يقول رسائل بولس الرسول دي 100 إصحاح. طب ال100 إصحاح دول هحاول أخلص كل يوم إصحاحين، عشان في 50 يوم أكون قبل أسبوع الآلام خلصت رسائل بولس الرسول كلها. تحديد الكم ده مهم قوي، لأنه بيعتبر هدف الإنسان بيقيس في مدى التزامه. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة على فكرة اسمها التخصيص أو التحديد، ودي تشمل 3 حاجات: زمان ومكان وكم. طبعا الكم ممكن يكون تسبيحة زيادة، قطع من الأجبية زيادة، صلاة أنا ما كنتش بصليها أصليها. كل ده متروك ليك والأب اعترافك. بس أول فكرة في الصوم عشان تلاقي المسيح وتفرح بيه هي فكرة التخصيص أو التحديد. صباح الخير.